السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ صحيحة؟ كلشي مزيان؟ اليوم جبت معاكم هاد الفطائر كيجيو فنين زوينين بزاف وساهلين، بغيت نشاركهم معاكم. المهم انا عندي لهم بالخضرة والصدر ديال الدجاج. الصراحة العجينة ديالهم كتجي رائعة، كتجي خفيفة رطبة فنة فنة، داكشي باش بغيت نشاركهم معاكم. المهم انا عندي هنايا بصلة مشلضة، وعندي فلفل الوان صافي، وعندي القرعة محكوكة، واحد جوج قرعات، واحد جوج خزيوات تا هما محكوكين. الصدر ديال الدجاج سبق لي درت له واحد معلقه ديال لاموطارد ومليحه ويبزر، شويه د الخرقوم والمعدنوس مقطع، الهريسه، الزيتون مقطع، الملحه، اليبزر، التحميره والخرقوم، القزبر حبوب. هادو هما العطريه ديالي، زويته بلديه غنشحر بها. صافي غندير واحد الكميه من الزيت ونحط هاد البصله وفلفله يطيحوا مع بعضياتهم فوق البوطه. صافي نخليهم تيطيحوا، نزيد عليهم الصدر ديال الدجاج. هما من بعد ما طاحوا لي دابا نزيد داك الصدر ديال الدجاج قطعته طريفات صغار. ماشي ضروري انكم تبلوه، ولكن انا كنبغي ندير له داك الشرموله، الصراحه كتزيد واحد اللذه. صافي ندمجوا لي العناصر ديالي مع بعضياتهم. غير بالخضره الصراحه كيجيو فنين رائعين. باللي كاينه كفته، كاينه صدر الدجاج، المهم واخا تكون كميه قليله اللي كان كيجيو الصراحه بنانين وغزلان فنين. حتى العيال كان بالنسبه للاطفال اللي ما كيبغيوش الخضره، يعني كتوكلوا من الخضره بواحد الطريقه اللي هي زوينه. صافي نزيد داك خيزو والقريحه العطريه. صافي وغنخلط العناصر ديالي كاملين. صافي الهريسه، هريسه اختياريه طبعا اللي كيعجبو الحار. الزيتون مقطع حتى هو. صافي نخلطوا كلشي مع بعضياتو. صافي انا الخضره ديالي هي بدات طابت، بدات كتنشف، درت عافيه مجهده باش ما تطلقليش الماء. صافي دابا في الاخر غنزيد ديك المعدنوس. كنفضل نزيد المعدنوس حتى الاخر. صافي غنزيد واحد الطريف ديال الموتزاريلا حكيته، كيزيد حتى هو التعليكه وكيزيد البنه. صافي دابا غنطفي البوطه ديالي وغنخلي الحشوه تبرد. وغندوز العجينه. المقادير د العجينه عندي واحد دانون مسوس، معلقه د الخميره كبيره، معلقه د الخميره د الملحه صغيره عفوا، معلقه د السكر كبيره حتى هي، كاس ديال الزيت. صافي والطحين على حسب ما هزوا لي هاد المقادير. صافي دابا غنخوي هاد الدانون ديالي. انا هاد الحك ديال دانون به غنعبر الماء، عندي الماء دافي. صافي دابا غنعمر 3 الكيسان ديال الماء بهاد كما كتشوفوا معايا. حتى الزيت كنعبر بنفس الكاس، غير هو داك الكاس كيهز لي اصلا قاد الحك ديال دانون. صافي ما احتاجتش انني نعبرو. صافي غنزيد الزيت، غنزيد الخميره والسكر. وغنخلط العناصر مع بعضياتهم. صافي نزيد ديك المليحه. صافي نحيد المعلقه ونجمع كلشي بيدي.
انا طبعا نحتاج يدي. صافي هاد العجينه ما كتحتاج لا دليك لا والو. غنجمعها مزيان، خليها شويه مرخوفه ماشي قاصحه وماشي يعني كتلصق، وانما مجموعه، يعني عجينه مجموعه في نفس الوقت مرخوفه. صافي هنا نجمع العجينه ديالي. صافي من بعد ما جمعت على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا هي كتلصق وانما يعني مجموعه. صافي غندير لها شويه ديال الزويته وغنخليها تخمر. صافي انا نخليها في هذه البواطه عندي بالغطاء ديالها. صافي غنخليها هنا، غنغلق عليها وغنخليها حتى تخمر تضاعف الحجم ديالها. صافي دابا من بعد ما خمرت ندهن هاد الصينيه وغنرجع من بعد ما دخلت خرجت منها داك الهواء ديال الخميره. طبعا كنضاعف الحجم ديالها، غنقطع كريسات صغار كما كتشوفوا بهذا الشكل صغيورين. صافي غنبقى على هذا الشكل تنكمل العجينه ديالي كامله ونرجع معكم نشكلوا الفطائر ديالنا. صافي هنا غنستعين بشويه ديال الدقيق، غنرش في الرخامه وشويه في العجينه وغنطلق لها هذا الشكل بيضاوي هكا وغندير الحشوه. صافي واحد الكميه من الحشوه طبعا باش ما يجيوناش خاويين. صافي وغنسد العجينه ديالي بهذه الطريقه. ما غادي حنا كنسدو صافي ما كنحتاجو لا ماء لا حتى شي حاجه، ما كيتحلوش غير بهذه الطريقه حيت عجينه مرخوفه كتساعد انها تلصق. صافي لهذا الشكل هذا كنعطيهم داك الشكل بيضاوي باش كيعطينا الشكل باغيطات صغيورين. صافي بهذا الشكل هذا غنوضعوهم في واحد الصينيه اللي سبق لي فرشتها بالكاغ ديال الفران كما كتشوفوا معايا. صافي وغنرجع نشكل واحده اخرى. الصراحه كيجيو زوينين بزاف وساهلين، انا كنغلب عليهم لان كيجيوني ساهلين والعجينه كتجي رائعه، كتجي خفيفه، كتجي فنه الصراحه. جربوها وردوا عليا، راها كتجي هاد العجينه الا جربتوها ما تقدروش تستغناو عليها. اقتصاديه وسهله وفي نفس الوقت رائعه. يمكن لكم ديروا بها بزاف ديال الانواع ديال الفطائر. صافي كما كتشوفوا بهذا الشكل انا عاودت معكم واحده اخرى باش تشوفوها. صافي كنقادوها كنعطيوها الشكل ديال الباكيطه وصافي كندوزو نكملوا الكميه كلها. صافي انا بعد ما عمرت الطاوه ديالي رجعت ندهنها بصفار ديال البيض، غندير معاه شويه ديال الخل، واحد معلقه ديال الخل. صافي باش حيد له ديك الزفره البيض. صافي وندهن هاد الباكيطات. صافي بعد ما سخنت الفران على هاد الزريعه ديال بذور الخشخاش عندي انا نزين بيهم. الفران سخنته على 250 درجه باش عتلو العافيه غير من تحت. صافي غنعمل لهم واحد شريطات هكا بالموس كتزيين هكا. صافي من بعد ندخل الصينيه ديالي الفران يطيبوا لي من تحت ومن بعد نشعل لهم النار من فوق تيتحمروا على هذا الشكل. ها هما جاو محمرين فنين رائعين الصراحه. هاد الفطائر كيجيو فنين رائعين. الحشوه اختياريه طبعا، اللي عندكم اللي موجود عندكم عمرو به. كنتمنى يعجبوكم، ولا عجبكم ديروا لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس وشكرا بزاف.